أجري الظهر اليوم أولى مباريات المجموعة الثانية، جمعت منتخب إنجلترا ونظيره الإيراني على أرضية ملعب خليفة الدولي. مباراة عرفت اتجاها واحدا وسيطرة إنجليزية خالصة، كللت ب6 أهداف لكل من بيلينغهام في الدقيقة 35، رحيم ستيرلينغ في الدقيقة 46، راتشفورد في الدقيقة 71، غريليتش في الدقيقة 90، فيما بصم اللاعب ساكا على ثنائية خلال الدقيقة 43 والثانية 60. ووقع هدفي إيران اللاعب طارمي في الدقيقة 65 والثالثة بعد 100 من ضربة جزاء. ولحساب المجموعة الأولى، شهدت أرضية ملعب الثمامة على الساعة 15 بالتوقيت المغربي مباراة قوية جمعت منتخب الطواحين هولندا الغائب عن نسخة روسيا 2018 ببطل النسخة الإفريقية الأخيرة منتخب أسود تيرانغا السنغال في أقوى لقاءات الجولة. لقاء حسمت نتيجته في آخر الدقائق من عمر المباراة، إذ تمكن الهولندي غاكبو من افتتاح التسجيل في الدقيقة 84، فيما ضاعف زميله كلايسن الغلة في الدقيقة 99. وعلى بساط ملعب أحمد بن علي قاد الحكم القطري عبد الرحيم الجسم مباراة منتخب العمسام ونظيره الويلزي المشارك في هذه الدورة بعد غياب دام 64 عاما. نزال انتهى تحت شعار لا غالب ولا مغلوب بعد نهايته بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. سجل للأمريكيين أولا اللاعب ويا في الدقيقة 35، وعدل النتيجة للويلزيين اللاعب غاريت بيل في الدقيقة 82 من ضربة جزاء. وبشأن أخبار المنتخب المغربي، زار اليوم رئيس الكاف موتسيبي ورئيس جامعة كرة القدم فوزي القشاع عناصر المنتخب الوطني أثناء حصة تدريبية خفيفة حثهم خلالها على دعم الكاف لممثل القارة، وتمنى للأسود إجراء مباريات كبيرة والتأهل للأدوار المقبلة وتمثيل القارة السمراء أحسن تمثيل. وإليكم الآن جدول مباريات الثلاثاء. الأخضر السعودي يواجه الأرجنتين على أرضية ملعب لوسيل الساعة 11 صباحا بتوقيت المملكة. الدنمارك تواجه تونس على أرضية ملعب المدينة التعليمية الساعة 2 ظهرا. 5 عصرا المكسيك تنازل بولونيا بملعب 974. وفي مباراة المتناقضات وعلى الساعة 8 مساء ينازل أبطال العالم المنتخب الفرنسي الكنغر الأسترالي على أرضية ملعب الجنوب. أطيب المنى وإلى اللقاء.